الزمالك الحقيقه عنده مشكله كبيره مع فييرا. كانت يعني انا كنت الحقيقه اثرت المشكله دي في بدايه الموسم من سفر فييرا دايما للامارات، وكان مسؤولي نادي الزمالك اللي هو صبري سراج استاذ رؤوف جاسر كانوا دخلوا معايا اكتر من مره وقالوا لي ان مفيش كلام من ده، احنا متمسكين بفييرا. انا كانت وجهه نظري ان سفر فييرا كتير للامارات نادي الزمالك ما ينفعش معاه كده، ولكن في النهايه حسيت ان انا غلطان واقتنعت بوجهه نظرهم ان هم يعني برضو حاربوا او تمسكوا بمدرب صاحب فكر، مدرب عمل فريق كبير، مدرب اشتغل في صمت في ظروف صعبه مما لا شك فيه. ولكن النهارده بقت برضو وضع فييرا نفس قصه الكابتن حسام البدري، في ازمه والفريق دلوقتي بيعاني من استقرار. وانا اكتر واحد سعيد بمستوى نادي الزمالك السنه دي وان هو ينافس، لان هو في النهايه هيعود على الكره المصريه. جمهور نادي الزمالك دلوقتي يعني ما اعتقدش بيحلم بحاجه غير الكاس والدوري، ما اعتقدش السنه دي ان هو بيفكر بحاجه غير كده بعد ما شاف فريقه، بعد ما شاف القصه. دوري المجموعتين يا جماعه هنبتدي في التصفيات الاخيره دي كأن شيئا لم يكن، اصفار، يعني رجعنا تاني اصفار وبنلعب دوري مجموعات. خلاص كل اللي فات ال 20 30 بونت اللي فاتوا دول كأن شيئا لم يكن. فعايز هدوء من اول وجديد، عايز استقرار من اول وجديد، عايز فريق واقف على رجله من اول وجديد. فييرا وضعه مع الزمالك مش مفهوم. يعني الخبر اللي معايا بيقول ان استاذ منير حسن صرح وكيل فييرا بيؤكد احقيه المدير الفني في انهاء تعاقده مع النادي بنهايه يونيو الجاري، ويؤكد ان عقد المدير الفني لا يرتبط بشهر معين بل بموسم كروي كامل. انا مش عارف، حتى قبل الهوا قلت يعني معايا محمد دمرداش رئيس التحرير، قلت له انا مش فاهم. فييرا بياخد 360,000 دولار في السنه، ماشي، شرط عنده مقدم عقد 60,000 دولار، كل الكلام ده تمام كله ماشي. يعني ايه دوري كامل؟ يعني الدوري قعد سنه ونص، هو ماضي سنه ونص ولا ما انا الحته دي الحقيقه مش مفهومه بالنسبه لنا. بس سيبكم من القصه دي، المهم بالنسبه لي النادي الزمالك يعلن فييرا موجود ولا مش موجود. فييرا موجود تمام، ومدرب كبير وعمل فريق كويس وعلى دماغنا من فوق وراجل الحقيقه محترم، ومجلس الاداره الزمالك كسب الرهان بيه. فييرا مش موجود مفيش مشكله خالص. سمعت ان في سيناريو ان اسامه نبيه هو اللي هيتولى القصه زي الكابتن خلفا لفييرا زي الكابتن محمد يوسف، وان هم ياخدوا التجربه، مفيش مشكله خالص. بس دلوقتي لان اللعيبه دلوقتي بتفكر مشتته، ما تشتتش، ده انت داخل دلوقتي على كذا حاجه، داخل على اهلي وزمالك رايح جاي، داخل على دوري مجموعات، داخل على تصفيه نهائيه للدوري، داخل على بطوله الكاس، يعني معاك 20 يوم. خد بقى حضرتك القرار فيهم اللي انت عايزه. احنا مش ضد اي حاجه، حضرتك تمسك بفييرا تبقى انت راجل عظيم. حضرتك مشي فييرا وحضرتك جبت الكابتن اسامه نبيه يدير، كابتن اسامه نبيه راجل عظيم. حضرتك قلت البديل مصري، وجهه نظري الشخصيه ان البديل يبقى مصري، سواء كابتن اسامه نبيه او اي حد، بس يبقى البديل مصري، يبقى حضرتك راجل عداك العيب. بس القرار، لان في النهايه حتى ما اعترضنا على موقف الكابتن حسام بدري، كابتن حسام بدري شخصيه محترمه، كابتن محمد يوسف الحقيقه نجم كبير، ده شريف خير على طول بيجيب لنا اول ما قلت اسامه نبيه، ده الماتش اللي اداره الكابتن اسامه نبيه. فرص برضو الشباب بتاخدها، سواء الشباب اللعيبه، سواء كابتن زي اسامه نبيه او كابتن محمد يوسف في الاهلي. يعني الراجل ما شاء الله واقف على رجليه، اثبت جداره. ما اعترضناش على الكابتن حسام بدري ولا على الكابتن محمد يوسف، احنا اتكلمنا في حاجه واحده بس، نادي زي الاهلي والزمالك دول انديه كبيره، فانيلات تقيله قوي، تيشيرتات غاليه قوي، ما ينفعش اجي بمنظر ده وما ينفعش امشي بالشكل ده. هي دي القصه. النهارده عصام الحضري، لما جينا قلنا عصام الحضري اضر بتاريخه او عمل مشكله او اخطا، مش ان هو مشي بالنادي الاهلي راح سيون، من الطريقه اللي راح بيها سيون. النهارده الكابتن حسام بدري ما اخطاش الراجل لما جاله عرض، بس في الطريقه اللي هو راح بيها. النهارده نفس القصه الزمالك، لازم النهارده مجلس اداره نادي الزمالك يحسس فييرا ان انت حضرتك بتدرب نادي الزمالك، اكبر نادي في مصر او من اكبر الانديه في مصر، حضرتك في عقد، حضرتك مكمل، حضرتك مش موجود مفيش مشكله، حضرتك بقى هتروح الامارات وتيجي من الامارات و25 يوم والحاجات دي، يعني هنشتت الفريق واحنا مش محتاجين. انا بقول اهو على هوا، يقعد فييرا قرار جريء وقرار ناجح جدا، يقعد الكابتن اسامه نبيه قرار عظيم وقرار مفيد جدا، تجيب حضرتك البديل المصري وتتمسك بالكابتن اسامه نبيه، حق اسامه نبيه، لان بصراحه الراجل تعب في الفرقه دي، حق برضه يقال. ده برضه الشهاده بنقولها. واول ماتش معلومه برضه من شريف خيري طايره حيره كده، ان هو اول ماتش لعبه كسب 2-0، فيعني شريف متابع معانا برضه لحظه بلحظه. فيعني ده دليل ان الكابتن اسامه نبيه او اي واحد من ابناء الزمالك او مش من ابناء الزمالك او مصري، انا بفضل المصري، يعني انا دايما مع المصري فمنحاز شويه كويس، بس اي واحد بيتولى
فريق هو متابعه، هو عارف لعيبته، هو عنده روح. شفنا تجربه الكابتن محمد يوسف بتنجح، شفنا تجربه الكابتن حسام البدري قبل تجربه الكابتن محمد يوسف خلفا لمانويل جوزيه بتنجح. شفنا النهارده ان ممكن برضه تدي اسامه نبيه او كابتن اسامه نبيه وهينجح ان شاء الله. فين المشكله؟ شفنا في الدوري الكابتن حسام حسن، الكابتن طارق يحيى، كابتن احمد ساري في الاتحاد، مجموعه كبيره من الشباب، ودلوقتي مع المنتخبات وكابتن ربيع ياسين وكابتن معتمد جمال. يعني بنشوف الشباب المصريين او المدربين المصريين بينجحوا، وهو برده في النهايه عارف خلطه اللعيب المصري. الناس تضحك على كده تقول لك لا اصل الاجنبي ليه فكر، ماشي كل احترامنا وعلى دماغنا من فوق ومدربين محترمين، بس برده تجربتنا مع المصري تجربه ناجحه. التاريخ دايما او البطولات اللي بتتعمل هنا دايما بتتعمل مع المصري، وبتمنى التوفيق الحقيقه لكل الناس.